مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. دي شقة رانيا تشانل، قناة رانيا تشانل هي معايا هنا في المشروع. اللي ما يعرفش المشروع ده يا جماعة، ده مشروع 645 عمارة اللي هو في حدائق أكتوبر. من أجمل المشاريع اللي هي على الطريق الأوسطي ولها مستقبل حلو جدا جدا جدا. فأنا حبيت أفيدكم بالفيديو الجميل دون. دي معايا في نفس المشروع. هي عاملة شوية تشطيبات وديكورات كده في الشقة جميلة جدا، أنا حبيت أفيدكم بيها. هنا كده حاطة صالون، كنبة كده وكرسيين شكلهم حلو قوي عند دخلة كده البلكونة. وعاملة كده ديكورات حلوة وبسيطة، هي مغيرتش في سيراميك الأرض أو الأرضيات، هي عاملة ديكورات كده ودهانات شكلها جميل جدا، وعاملة جبسن بورد في السقف شكله كده تحفة وحلو وجميل. وحاطة كده في دخلة الباب عاملة كده سفرة بست كراسي، وعاملة نيش كده صغير شكله جميل، وبوفيه كده صغير جنب السفرة، فشكله تحفة قوي زي ما انتوا شايفين كده. وعاملة ديكورات بسيطة في الريسبشن بتاعها، وشكلها جميل زي ما احنا شايفين كده، وديكورات هادية وجميلة. دي قناة رانيا تشانل يا جماعة، لو عايزين تدخلوا على القناة عندها بتقدم فيديوهات حلوة جدا جدا لشقق الإسكان الاجتماعي وفي شقتها. فهي من القنوات الجميلة جدا، ومعايا هنا في المشروع عاملة ديكورات حلوة وستاير هادية كده وبسيطة زي ما انتوا شايفين. انا حبيت ان انا اديكم افكار من الشقة دي يا جماعة، هي عاملة حاجات كده في الشقة شكلها جميل وهادية وبسيطة. ده الريسبشن كده من وجهة تانية، فعاملة كده السجاجيد ماتشنج مع بعض، نفس الالوان كده ونفس الديكورات، وعامله حيطه كده فيها ديكور حلو قوي قوي وهادي وبسيط. هي شقتها بصراحه من الشقق الجميله جدا الهاديه اللي الوانها بسيطه وحلوه، وعامله ديكورات كده زي ما انتوا شايفين. دي كده البلكونه، هي حاطه كده فيها نجيله في الارض شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وحاطه كده كراسي على الجنب، وعامله كده تقفيله بالحديد مقفله طبعا البلكونه. كل واحد بقى يا جماعة بيفرش حسب ذوقه وحسب إمكانياته. وهنا كده حاطة وحدة على جنب كده في البلكونة، استغلتها ان هي تحط فيها برضو حاجات، وعاملة كده ستارة على البلكونة شكلها جميل جدا. وعاملة كده تابلوهات بسيطة في البلكونة برضو شكلها حلو. انا مجرد يا جماعة بديكوا افكار لفرش شقق الاسكان الاجتماعي، ان انتوا تدخلوا وتاخدوا منها افكار. كل واحد بقى بياخد الافكار اللي تتناسب مع امكانياته ومع ظروفه. وعاملة كده سلك للبلكونة برضو، علشان انتوا عارفين شقق الإسكان الاجتماعي ما بيبقاش فيها سلك، هو بيسلمك كده الشقة من غير سلك أو أي حاجة. هنا بقى يا جماعة هي فاتحة المطبخ أمريكان على الطرقة زي بتاعي كده، فمدي معاها برضو وسع ومساحة حلوة جدا جدا، وعاملة ديكورات كده بسيطة فيه، وحاطة كل الأجهزة بتاعتها في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده وهتشوفوا. هنا عاملة وحدة كده مقفلاها في المطبخ لحد السقف كده، فشكلها جميل جدا، وعاملة ديكورات كده بسيطة، وعاملة الفوم اللي هو الحجري ده يا جماعة شكله جميل برضو وحلو، ولازقاه كده على العمود وعلى الوحدة بتاعة المطبخ زي ما انتوا شايفين. وحاطة كده التلاجة في دخلة المطبخ، وحاطة جنبيها البوتاجاز، وفي الناحية التانية كده مقفلة بوحدات حرف ال زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا وحلوة زي ما انتوا شايفين. وحاطة كده الميكروويف وحاطة الحاجات بتاعتها، فبجد مقفلة المطبخ بالكامل، وعاملة كده اللي هو ايه زي ستيكر كده حجري على على السيراميك بتاع الاسكان، عشان انتوا عارفين يعني ان السيراميك بيبقى مش قد كده يعني، فبدل ما تكسر وتعمل، فهي عملت كده في الجزء اللي تحت كده يا جماعة زي ما انتوا شايفين، فمدي كده شكل جميل وديكورات حلوة. هي عاملة ديكورات كده بسيطة في شقتها وجميلة زي ما انتوا شايفين، ومدي معاها مساحة ووسع في المطبخ، وحاطة غسالة الأطباق كده تحت الحوض، فشكلها برضو جميل. دي غرفة الليفينج، هي عاملة فيها كده زي ركنة، وعاملة ديكورات بسيطة، وعاملة ديكورات كده بسيطة وشكلها حلو زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة ركنة كده، وعاملة الشبابيك بتاعتها ألمونتان، غيرت شبابيك الإسكان وعملتها ألموتان.
كل واحد بيعمل يا جماعة حسب إمكانياته وحسب ظروفه، كل واحد بيغيّر واحدة، واحدة كده بنبتدي نغيّر اللي إحنا عايزينه، مش شرط أول ما ناخد الشقة إن إحنا نغيّر كل حاجة، إحنا لمّا ربنا بيكرمنا كده يا جماعة زي ما أنتم عارفين، بنبتدي نغيّر اللي إحنا عايزينه، حتى لو عملنا شوية حاجات وعايزين نكمّل، فممكن بعد كده مع الوقت نكمّل الحاجات اللي إحنا عايزينها ونعملها. يعني أنا إن شاء الله في شقتي ناوية أعمل الشبابيك ألمونتان بإذن الله، لمّا ربنا يفرجها بإذن الله من عنده يعني، هابتدي إن أنا أعمل شباك في شباك بإذن الله يعني، علشان ما ياخدش معايا كده مساحة. ودي كده غرفة الأطفال هادية وجميلة، عاملة كده سريرين يا جماعة، وعاملة ستارة كده 3D عليها ديكورات برضه حلوة، وعاملة ديكورات كده في الحيطة على جنب، وحاطة كده كومود جنب الدولاب، والكومود ده يا جماعة الدولاب اللي جنبيه جرار علشان ما ياخدش معانا مساحة، عشان انتوا عارفين ان غرف شقق الاسكان بتبقى صغيرة. غرف الاطفال بتبقى 3 متر في 3 متر 30، بيبقى الغرفتين قد بعض، لكن الغرفة الماستر بتبقى كبيرة شوية، بتبقى 3 متر في 3 متر 65، لكن غرف الاطفال بتبقى اصغر شوية. وهنا هي عاملة كده بسريرين شكلهم جميل وعليها ديكورات كده حلوة. دي بقى البلكونة اللي هي الصغيرة مقفلاها خالص، وحاطة فيها تربو، وحاطة فيها الغسالة بتاعتها، وحاطة فيها سلم، وحاطة فيها سبت الغسيل، وحاطة الحاجات بقى اللي هي ايه بتستخدمها. فمستغلية البلكونة استغلال حلو، زي ما انتوا شايفين كده مقفلاها بالحديد ومقفلاها كلها، وعاملة شباك كده، وحاطة السخان، وعاملة في الحيطة دي ديكورات كده بالفوم اللي هو الحجر يا جماعة. طبعًا ده بيوفّر علينا فلوس وكده، لإن طبعًا أسعاره بتبقى مُبالغ فيها، فده بديل الفوم الحجري اللي هو بيبقى عبارة عن sticker بتلزقيه كده في الحيطة. وبصراحة مستغلية البلكونة دي أسوأ استغلال يا جماعة، البلكونة دي جميلة، كل واحد بقى بيستغلها حسب ما هو عايز أو حسب الحاجات اللي هو هيحطها فيها. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة هي مستغلية كده البلكونة. دي كده غرفة النوم، جميلة ورقيقة وبسيطة زي ما انتوا شايفين. هي حاطة كده في الوش السرير وجنبيه الدولاب، والدولاب بتاعها برضو جرار، والأوضة شكلها هادي وجميل، وفرشها فرش كده بسيط وحلو، وحاطة في الوش كده التسريحة، وعندها مساحة كده حلوة للحركة ناحية الدولاب برضو، وحاطة الكومود، فشكلها برضو جميل ورقيق. كل واحد يا جماعة بيعمل حسب ذوقه وحسب إمكانياته. أنا مجرد بديكوا أفكار لفرش شقق الإسكان الاجتماعي. ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. هنا دي شقتها في منتهى الجمال، عاملة ديكورات كده بسيطة، مش عاملة حاجات مبهرجة. انا حاولت كده اديكوا افكار من الشقة الجميلة دي. لو عايزين تدخلوا بقى على القناة عندها، دي قناة رانيا تشانل. ده في مشروع ال645 عمارة يا جماعة اللي في حدائق اكتوبر، من اجمل المشاريع زي ما قلت لكم. هي عاملة كده ديكورات هادية في الغرفة وحلوة، وعاملة ستارة كده على الجنب شكلها رقيق وجميل زي ما انتوا شايفين، وفرشة بقى سجاجيد كده في الأرض، وعاملة ديكورات برضو حلوة وبسيطة. احنا ممكن بأقل الإمكانيات يا جماعة نظبط الشقة بتاعتنا، مش شرط ان احنا بقى نعمل ايه الجبسن بورد والكلام ده كله. كل واحد بيعمل بقى حسب ذوقه وحسب إمكانياته يا جماعة. أنا مجرد بديكوا بس أفكار كده ان انتوا تستفيدوا منها. ما تنسوش بقى اللايك الدعم بتاعي والاشتراك في القناة، بحبكم جدا، باي باي.